ها يا عربي، بالنسبة لآدم اللي انت جايبنا علشانه، فين؟ فين؟ والله يا باشا انا كنت سايبه هنا وجيت جبتكم وادينا جاي معاكم اهو. وحياة ماما هفرمك. واحنا عيال صغيرة معاك ولا ايه؟ ما تنطق هنا! يا باشا انا والله العظيم ما اعرف اي حاجه يا باشا. انا الورقه دي لقيناها على الكومودينو في اوضه النوم جوه، مكتوب فيها طول عمرك خاين يالا يا عربي، ما هو اللي يبيع عياله ومراته وبلده مش هيغلى عليه صاحبه. البس يا صاحبي يا بتاع اسرائيل يا معفن. ايه ده يا عربي؟ يخرب بيتك ايه؟ كده تبقى وضحت يا باشا، كده تبقى وضحت. طالما ادم ساب لي الجواب كده يبقى اكيد هرب والله يا باشا. اسرائيل يا باشا. انت وادم بتكتبوا بعض جوابات ولا ايه؟ انتوا لسه فترة خطوبة؟ لا والله يا باشا، ده ادم شكله كده بيهزر. انت بقول لك يا عربي، بقول لك يا حبيبي، بصيلي بصيلي. ما تبص يالا. بصيت لك يا باشا. بقول لك يا حبيب قلبي، انا استريحت لك والله، استريحت لك وحبيتك على فكره. بس قول لي بقى يا عربي، ايه موضوع اسرائيل ده؟ ايه موضوع اسرائيل؟ مش اسرائيل يا باشا، ده ادم. يعني انت جاسوس يا عربي؟ يا باشا لا جاسوس. جاسوس يا باشا. ما تثبت يالا، اثبت يا باشا ادم بيهزر، انا كنت جاي ابلغ عنه عشان كده رامي بيهزر وارب. انا ذنبي بيهزر يا حبيب قلبي والله بيهزر. يا نادر، هات لنا بالعربي انجليزي فرنساوي دوت علشان يشوف الهزار اللي على الحق عندنا. بيتك يا ادم. اخرب يلا. ايه ياض يا فرغالي، ما جبتليش الحتتين الحشيش اللي قلت لك عليهم ليه يا؟ امال هتجيبهم امتى؟ طب اقفل اقفل كده يا فرغالي، اقفل. خد يا، انت رايح فين؟ انت مين انت؟ انت مغطي وشك ليه؟ ما تكشف وشك كده. تعال رايح فين؟ شفت اللي حصل لبنتنا يا جورج؟ كويس اللي جت على كده. دي البنت جايه منهارة وخايفة. كلها يومين وتهدى. انا مش عارفة انت ازاي مطمن كده، كل اللي بيحصل حوالينا ده. ما تقلقش. انا مطمن بالرب يا ستي، اطمني. واضح ان بكره هيبقى احلى من النهارده. ازاي بس في وسط الضلمة اللي احنا فيها دي؟ وسط الضلمه دايما بيبان بصيص نور. مش فاهمة. اصل الدكتور امير واضح جدا انه قلقان قوي على نانسي. ومين مش قلقان عليها؟ كلنا قلقانين عليها الا انت. انا ده انا اكتر واحد عايز يطمن عليها مع الانسان اللي يقدرها ويحبها. هو ده وقته؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ مش هنخلصها من المصيبة اللي هي فيها؟ ده في مجرمين كان جايين يقتلوا بنتنا يا جورج. الظروف والاقدار ما بتجيش مترتبه يا سيسيل. نانسي هتخرج من الموضوع ده على خير، وامير هيطلبها للجواز. لا يا حبيبي، انت الظاهر بتخرف من كتر الضغوط عليك. الواحد ما بقاش قادر يتكلم معاكي كلمتين. مش وقته يا جورج، قلقانة على بنتي، خايفة على نانسي يا جورج، خايفة على نانسي. اطمني اطمني، صلي لها عشان ربنا يسترها معاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا شيخ ادم. السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت غريب مش من هنا. انت منين؟ وايه اللي مبهدلك كده؟ أنا فعلا يا عم الشيخ مش من هنا، وجيت هنا عشان استخبى. تستخبى؟ الله، بس انت يعني شكلك مش غريب عليا. تلاقيك شفتني في الجرايد ولا التلفزيون. الله، هو انت من المشاهير؟ بقيت من المشاهير، كلهم بيدوروا عليا. هم مين دول؟ بص يا مولانا، أنا مش هكدب عليك، عشان إحنا في بيت ربنا، وعشان أنا بجد تعبت وعايز أحكي. احكي يا ابني، قول كل اللي انت عايز تقوله. انت زي ابني، وهنا بيت ربنا، يعني انت في امان. أنا يا مولانا البوليس بيدور عليا ومتهم في جريمة قتل كبيرة أوي. قتل؟ أيوة يا عم الشيخ، قتلت دفاع عن النفس، ودفاع عن إنسان لا أعرفها ولا تعرفني. بس عرفتك. بس قسما بالله يا مولانا، أنا لا إرهابي ولا اللي بيتكتب عليا ده حقيقي. شوف يا ابني، انت وجهك سمح، وانا حاسس انك مظلوم. سيماهم في وجوههم. ربنا يخليك يا عم الشيخ. يعني أنت مصدقني؟ الله أعلم يا ابني، بس أنا مطمن لك. المهم أنت هتعمل إيه؟ أنا همشي بقى يا مولانا، عشان وجودي هنا ممكن يجيب لك مصيبة. مش لما تعرف الأول هتعمل إيه؟ والله ما أنا عارف هعمل إيه. خلاص يا ابني، خليك هنا في بيت ربنا لغاية ما تدبر أمورك، وبإذن الله ربنا يعمل الخير. بجد يا عم الشيخ؟ طبعا يا ابني بجد. الله يبارك لك، الله يبارك لك. شوف يا ابني، إذا كان معاك الحق ارمي حمولك على الله، هو بس اللي عارف إزاي يحلها وإمتى. ونعم بالله. انت بقى يا ابني دلوقتي تقوم تغسل وشك، وانا هروح اجيب لك غيار من عندي عشان تلبسه وتفوق كده وتريح نفسك، وناكل لقمه مع بعض. بسم الله. كتر خيرك يا مولانا. ايه؟ ده متجوز هنا؟ راحت له في السر واتجوزته على سنة الله ورسوله طبعا. يا رب يسترها معاك يا ادم يا اخويا، امين يا رب امين. عشان كده عم عبيد طرمخ على الموضوع فجأة. تقول حاجة؟ لا 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 ابدا ولا حاجة. يا ادم يا ابن ماشي، اللي ما عرفتش اخده من هنا هاخده من بط اختك وحصرك عليها زي ما حصرتني على هنا خسيس. بقول لك ايه يا بط؟ ايوه. في ايه؟ ما تجيبي اكتر. نعم. في ايه؟ عادي بس تعالى بص حبيبتي فيها يا ابن اللذينه بس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فوق عليك يا جبان. كنا فقراء بس عايشين وراضيين بفقرنا. كنا متدافين مع بعض، كنا رافعين راسنا بالحلال رغم انه كان قليل. يا ترى خلاص اتفرقنا؟ دي بقت نهايتنا؟ مالك يا بطة؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ مالك انطقي؟ في ايه؟ الحقيني يا أما، الحقيني. مالك يا حبيبتي؟ اتكلمي. ديسي عمل فيك ايه الواطي ده؟ انطقي. حاول يتهجم عليا، ضربته على راسه وطلعت اجري. خلاص لحمنا بقى سهل لاي كلب جعان بالشكل ده؟ يا أما، انا لازم اخد حقي منه واعرفه مقامه. يا ما حذرتك منه، قلت لك ما تروحيش، ما سمعتيش كلامي، وادي النهايه. المره دي ربنا سترها معاكي، استرها معانا يا رب، يا رب استرها معانا احنا ولا ملناش غيرك يا رب، ملناش حد غيرك يا رب. نعم، يعني ايه تسقط؟ ده اسلم حل ليا انا ومنال يا بابا. اسلم حل؟ يا اخي اتقي ربنا،
خاف ربك، حرام عليك. ربنا ما يرضاش نخلف عيال ونظلمهم معانا. يعني عشان ما نظلمهمش معانا نقوم نقتلهم نخنقهم بايدينا دي؟ مش احسن ما نخلفهم ونكون السبب في عذابهم ونعيش العمر كله قلبنا بيتقطع عليهم؟ يا اخي خلي عندك ايمان بالله. كل واحد فينا اتخلق في الدنيا دي مش هياخد غير نصيبه اللي ربنا كتبه له. اسمع يا هشام، ما تفتحش ودانك للشيطان وما تخربش بيتك بايدك. ما تقلقش، شيطانها سبق وخرب علينا الدنيا كلها. وبعدين انا بجد مش عاوز منها عيال تاني. شوف يا هشام، انت اذا فضلت مصر على موقفك ده انا هقطعك طول عمري. يا اخي انت محسسني ان مش انت هشام ابني اللي انا ربيته، هشام اللي انا ربيته على الطيبه وعلى الاخلاق. فين سماحتك يا اخي؟ السماحه مع اللي يستاهلها يا بابا. السماحه هي السماحه مع كل الناس، مع كل الناس حتى اللي انت زعلان منهم. وبعدين اصبر شويه يا اخي وخلي عندك ايمان بالله. مش يمكن العيل اللي هيجي دوت يصلح بينكم؟ ما احنا جربنا قبل كده يا بابا في هايدي، واديك شايف اللي حصل. يا بابا انا ما عنديش استعداد ان انا اخلف عيال تاني واعذبهم واعيش عمري كله بتعذب علشانهم. انا مش قادر استحمل. حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. جيجا هرب وملوش اي اثر، حتى السايبر ما بيروحوش ولا بيدفع ايجاره لصاحبه. مالك ساكته ليه؟ واضح ان الامل ضعيف قوي، او تقريبا مفيش امل. ليه بس بتقولي كده؟ هو معنى ان جيجا مختفي يبقى خلاص مفيش امل؟ اولا مهمه القبض على جيجا دي شغلتي انا، مالكيش دعوه. ما هو المشكله الاكبر اللي انت ما تعرفهاش ان جيجا مسح قدامنا الفيديو وضيع دليل براءه ادم في لحظه. انت بتقولي ايه؟ هو ده اللي حصل، وانا من ساعتها مش عارفه اعمل ايه. معلش، برضه لازم يبقى عندنا امل. مش جايز نلاقي الهارد الاساسي ونعمل له ريكفر؟ المهم دلوقتي لازم نقبض على جيجا في اسرع وقت. طب هنوصل له ازاي؟ مش عارف. في حد من اللي كانوا معاه تقدري توصفيه لي؟ في صاحبه ده اللي اسمه منصور، ده كان شكله سوابق وعنده علامه في وشه وعلامه الناحيه التانية. بص هو شكله ما يتنسيش، انا لو شفته اعرفه. حلو قوي. انا هبعت اجيب لك دلوقتي 4 5 6 فايلات فيهم 1,000,000 سوابق. عاوزك بس تشاوري لي عليه، وان شاء الله في اقل من يوم هكون ماسكه. مالك يا عبد؟ مهموم قوي وقرفان من نفسي قوي. ليه يا ابني بس في ايه؟ اتحطيت في موقف زي الزفت ومراتي سابت لي البيت وطفشت. ايه؟ ليه انت زعلتها ولا حاجه؟ زعلتها؟ ده انا قهرتها، ظبطتني باخونها يا معلم. الله يخرب بيت امك. حظ المنيل خلاها تقفشني وبقت فضحت بجلاجل. تعرف انا لغايه دلوقتي حاسس ان انا بحلم، مش مصدق ان احنا اتجوزنا. لا صدق يا ادم، احنا عملناها بجد. يا خوفي من بكره. طول ما احنا مع بعض ما تخافش من حاجه خالص مهما حصل. نفسي اعرف بس انت بتفكري ازاي؟ واحد زي في ازمته المنينه دي مفيش ولا واحده تفكر ان هي حتى تقرب مني مش تتجوزي. ده لما تبقى الواحده دي بتفكر بعقلها وبتحسبها بالورقه والقلم. امال انت بقى بتفكري ازاي؟ بفكر بقلبي وما بحسبهاش خالص. يا ادم الجواز نصيب. طب وانت يا ادم لو جبت لك كده ولد حليوه زي ابوه هتسميه ايه؟ بص انا في الولاد بحب اسم عمر ويوسف.
ايوه. حضرتك سياده العقيد سيف سليم الحديدي؟ ايوه. اتفضل امضي لي هنا. امضي لك على ايه؟ ده اخطار بميعاد جلسه الخله اللي رفعتها زوجة حضرتك السيده سهام سامح امين. لو سمحت اتفضل استلم وامضي لي هنا. طب انت ما شفتنيش؟ يعني ايه ما شفتكش؟ يعني ما شفتنيش وليك الحلاوه. حلاوه ايه يا استاذ؟ انا راجل محترم. انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ هتمضي ولا راح اسلم الاخطار في مكان عملك؟ استني يا بط، ما تقفليش الباب، انا عايز اتكلم معاكي. عايز ايه يا مرزوق؟ احنا مش خلاص فضيناها سيره؟ لا ما فضيناهاش يا بطه. بطه احنا من ساعه ما بعدنا عن بعض انا حاسس ان في حاجه كبيره قوي ناقصاني. بلاش يا مرزوق، بلاش لا تندم في يوم انك اخترتني انا واهلي وضحيت بمستقبلك. انت مستقبلي يا بطه، وان شاء الله هتكوني ام عيالي ودنيتي كلها. لا مش انا اللي اتقرطس وتاكلي لي البلوزه، انا شوقي يا حنان. كل ده عشان جيت اقول لك اني حامل منك؟ وش ضمني انه مني؟ انت اتجننت يا شوقي؟ لا انت اللي اتهطلتي. عيل ايه وحمل ايه؟ احنا ماشيين مع بعض يا حنان، مش متجوزين. اعتبرها فرصه عشان نصلح اللي بينا ونتجوز. انا ما بتجوزش، واللي في بطنك ده هتنزليه. يعني كنت بتضحك عليا وما كنتش بتحبني؟ احبك وانت فاضيه من غير عيال ولا جواز، نمشي لنا مع بعض يومين ثلاثه وبعد كده كل واحد يروح لحاله. بس كلامك ليا الاول ما كانش كده. كنت بضحك عليكي، تقومي تدبسيني في عيل انا مش ابوه. بقى كده يا شوقي؟ ماشي، بس وحياة ده لا هندمك على كل كلمه قلتها. اعلى ما في خيلك اركبيها يا روح امك، ويلا بقى من هنا ما اشوفش خلقتك تاني، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا شوقي، فاهمه. كاتكم البلاوي. ما رحتيش ليه للدكتور عشان تعملي العمليه؟ خايفة، حاسة اني هعمل حاجة غلط. الغلط انت عملتيه من زمان، فمش غلط انك تكملي بغلط. انا مش هقدر اعمل كده. مش عايز عيال منك. ايه؟ هو بالعافيه؟ انت حر. هتروحي تعملي العمليه يا منال ورجلك فوق رقبتك غصب عنك. مش هروح يا هشام. واذا كنت انت قاسي وقلبك حجر، انا مش كده. ولا عمري هكون كده. القسوه دي احنا اتعلمناها منك. جايه دلوقتي ترجعي في كلامك؟ غلطت ومش عايزه اكمل في الغلط ده. ربنا يا شيخ بيسامح، وانت العبد مش عايز تسامح. ربنا بيعفو وبيسامح عشان ربنا اكبر حاجه، لكن انا مجرد عبد من عباده، بني ادم يعني مش كامل. وانا سبق قلتها لك قبل كده وحذرتك، انا مش هسامح في حق بنتي، ومش هسمح لك يا منال انك تعذبيني بطفل تاني الله اعلم هتعملي فيه ايه لما يجي. كفايه بقى يا شيخ، كفايه. حرام عليك يا هشام، انت بتعمل فيا كده ليه؟ كفايه بقى. عياطي عياطي، ده اللي انت فالحه فيه. يا ربي بقى كفايه. يا رب بقى كفايه بقى. ايه العصبيه اللي انت فيها دي يا ابني؟ ما تفهمني في انا ايه؟ هتعامل معايا كده. ليه في ايه بس؟ فهمني يا ابني. الهانم بعتلي محضر يسلمني ميعاد جلسه الخلع. وهتعمل ايه يا ابني؟ قسما بالله لا ندمها ندم عمرها. لا يا ابني، ولاد الناس مش لعبه، زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. معروف؟ غصب عنها هتفضل مراتي طول العمر. بس هي مش عايزه كده يا ابني. بس انا بقى عايز كده. هي مش عارفه مصلحتها فين، مصلحتها معايا. مش يمكن يا ابني لو طلقتها بالمعروف هي ترجع لك بخاطرها؟ ويمكن ما ترجعش وابقى خسرتها. دي حلم عمري. انا بحبها قوي
خايف ادمرها وادمر نفسي. خايف. ازيك يا عم عوضين؟ ازيك يا معلش استهان؟ بس ساعدني انزل هايدي العربيه. عموني تأمريني يا ست هانم. متشكره قوي يا عم عوضين. تأمريني يا ست هانم. السلام عليكم. يا سبحان الله، معقول دي الست منال بتاعتنا؟ ربنا يهدي من يشاء، ربنا يشفي لهم بيتهم يا رب. تصدق انك صعبان عليا يا عاطف؟ صعبان عليكي ليه؟ عشان متغمي وما انتش عارف عدوك من حبيبك. قصدك ايه؟ انا هقولك واخلص ضميري قدام ربنا. ما تتكلمي. شوقي اللي عامل فيها صاحبك وحبيبك ناوي يهاجر على لبنان، بس بعد ما يسرقك ويخلص منك. انت كدابه. شوقي مش ممكن يعمل معايا كده. صدقني يا عاطف، هي دي الحقيقة. بأمارة التعبان اللي كان عايز يموتك بيه، بس باظت منه. أنا كده خلصت ضميري قدام ربنا. السلام عليكم. ماشي يا شوقي. انا تعمل معايا كده؟ شفت بقى يا عم الشيخ؟ صورة ليا بجلابية في جامع في صلاة فجر تحولني الإرهابي في نظرهم. للدرجة دي الجهل والسطحية؟ ولا تفتكر ده مقصود؟ مفيش حاجة بتتعمل من الحكومة يا ابني مش مقصودة. دول بيحسبوا الصغيرة قبل الكبيرة. في حاجة في بلدنا يا آدم اسمها سياسة التجويع. سياسة التجويع؟ أيوة، سياسة التجويع. لو عوزت تطلع ورقة من مصلحة حكومية تاخد لها أسبوعين. لو حبيت تروح مشوار 5 كيلو توصل بعد 2 ساعتين. لو رفعت قضية يتحكم فيها بعد 10 سنين. وده كله تبع سياسة التجويع اللي حطتها الحكومة وعملت جدول مشاكل وهموم علشان الشعب ما يفكرش لا في السياسة ولا كرسي. ياه، طب وليه اللفة الطويلة العريضة اللي ملهاش لازمة دي؟ ما هم لو احترموا الشعب وادوهم حقوقهم بما يرضي الله هنحب ونحترم اللي قاعد على الكرسي. والله عندك حق يا آدم يا ابني. ده انت اللي عندك حق يا مولانا فعلا. قدروا يقسمونا ويخلونا مركزين بس انت اهلاوي ولا زملكاوي، انت مسلم ولا مسيحي، ابيض ولا اسود، صعيدي ولا فلاح. المهم يقسمونا وخلاص، وتفضل الفتنة عايشة جوانا مع ان ربنا خلقنا على فطرتنا بنحب بعض واخوات. والله يجازيهم بقى بتوع السيما، خلوا اي واحد بجلابية وبدقن يبقى ارهابي. استغفر الله العظيم. اي والله يا آدم، ربنا يستر على البلد. اللهم امين. وبعدين يا جماعه الوقت عمال يعدي واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه. ده غير ان ربنا ستر واحنا في بيت جيجا والجيران انقذونا قبل ما النار تولع فينا. احنا فكرنا غلط ومفيش وقت نغلط تاني، وكفايه قوي المجهود اللي احنا بنعمله عشان نهرب من المراقبه. وادم مفيش ولا حس ولا خبر. انا كل ما افكر في الموضوع ده بتجنن. وبعدين ابتديت اخاف لا يكون عيان، ده ما عندوش حد يساعده ولا يبقى جنبه. يا نانسي فعلا لا ولا فالك. نانسي عندها حق، تفسر بايه اختفاء ادم الغريب ده حتى ما فكرش يتصل بكلمه تليفون بالشارع يطمنا عليه. وكمان اهله ما يعرفوش عنه اي حاجه. وانت عرفت منين؟ عديت اطمن عليهم واسالهم يمكن عارفين عنه اي حاجه، طلعوا ما يعرفوش اي حاجه عنه. اتفضل. وبعدين الوقت عمال يعدي واحنا متكتفين ومفيش بايدينا اي حاجه نعملها. يا جماعه الصبر مش كده، الموضوع كبير ولا انتوا مش واخدين بالكم؟ اي غلطه فيه ممكن جدا تعرض حياه ادم للخطر. يعني هو دلوقتي حياته اللي مش في خطر؟ ما نعرفش. يا ترى مين اللي واخد باله منه بس؟ ربنا موجود يا نانسي.
بص يا منصور، تعالى نتفق اتفاق رجاله. ملفك هحرقه وهديك فرصه تبتدي من جديد من غير ولا سابقه. ازاي بس يا باشا؟ كده وانا قد كلامي بس طوعك. طوعك فيها يا باشا. تدلني على مكان سيد جيجا يا منصور. سيد جيجا؟ ما اعرفش حد بالاسم ده بيه. جيجا مين يا باشا؟ تمام. شكلك كده عاوز تفضل في الوساخة اللي انت فيها، مش عاوز تنضف يا وسخ. ولاش ضمنا يا باشا هتعمل لي اللي انت قلت لي عليه. هو في ثوابت بتشال يا باشا؟ من غير ضمانات يا روح امك. انا كلمتي ياض لوحدها كفايه. ها؟ حاضر يا باشا، هنفذ اللي انت قلت لي عليه. حلو. اهو كده انت يا منصور عاوز تنضف من الوسخ اللي انت فيها، وانا هنضفك. قول يا انت يا باغلي اللي اسمك تيسي؟ تكلمني انا ياض؟ ده انت هتموت النهارده. انت اللي هتموت النهارده. في ايه يا انا مرزوق خطيب بطه هروح امك وجاي اعلمك الادب النهارده. اسكت يا وليه، اخلص يا وليه. بقول لك ايه، من النهارده ما تتعرضش البطه او اي حد في عيله عم امين. فاهم ياض؟ فاهم ياض؟ خد فلوسك النكسه ايه؟ هات فين الوصل يالا؟ هات الوصل. اهو الوصل اهو. يلا اخلص. فين؟ فو عليك وعلى امك. اوعى وليا. وصل ايه ده ناي؟ خدني على اخوانا يا اما، خدني على اخوانا. طب تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، ما تزعلش، تعالى. بتتفرجوا عليه، بتتفرجوا عليه. تعالى يا حبيبي، انت تعبت النهارده، تعالى. خليت الاندال يضربوك، كل الناس متغاظه منك يا حبيبي. دي يا رقم 2 خلع حوار شخصيه. العقيد سيف الحديدي. وحضرتك جاي بصفتك المهنيه ولا بصفتك الشخصيه؟ بصفتي الشخصية. أنا جوز الهانم والمختصم في قضية الخلع اللي رفعها عليا. وإيه أقوالك؟ أقوالي إني بحبها وما أقدرش أعيش من غيرها، وكل اللي أنا محتاجه إنها تديني فرصة عشان أثبت لها حسن كلامي. أنت موافقة على العرض ده؟ لا يا سيادة الرئيس، مش موافقة. معلش معليك، بس أصل هي أعصابها تعبانة يعني، واخدة على خاطرها مني. إيه؟ ما تلم الدور بقى كده وتخلي عندك دم، عيب كده. ما تبطل انت بقى تتهم كل الناس عشان تفضل صح طول عمرك. وإيه هي أسباب رفضك؟ مش قادرة يا سيادة الرئيس. عشتي معاه تعبتني نفسيا. صح موفر لي كل حاجة من أكل ولبس وشرب، بس ده مش كل حاجة. ناقصني أهم حاجة في الدنيا، إنه يعاملني زي البني آدمين. شفت معليك؟ قالت بعضمة لسانها إن أنا مكفيها من ساسها لراسها. والست ده مؤاخذة عايزة إيه غير كده؟ سيبك بقى أنا معليك بقى من حكاية الكافيهات، وعايز أروح كوافير وعايز مش عارف إيه، ده كلام فاضي، لكن نسوان على الفاضي، أنا مش فاضي، أنا راجل أمن دولة. أنت قدام محكمة، اتكلم بأدب. وأنت إيه ردك على الكلام ده؟ أنا مش موافقة يا سيادة الرئيس، ومصرة على موقفي. حكمت المحكمة بقبول دعوى الخلع شكلا وموضوعا. رفعت الجلسة. وحشني يا صاحبي. ما يوحشكش غالي. مالك كده مهمل في نفسك وعامل زي الشحات اللي على الحديده؟ ده شكلي طول عمري يا شوقي. بقول لك ايه، هو انت اتصرفت في حاجه من البضاعه بتاعتك؟ لا لسه. عشان كده معفن زي ما انت. ايه هو انت بعت نصيبك ولا ايه؟ لا مش كله، اتصرفت في حتتين كده قلت اشبرق بيهم نفسي. ايوه يا شوقي، بس انا خايف اروح ابيعهم يكون البوليس قاطرهم ونروح كلنا في داهيه. لا ما تخافش، انا عندي حد يشيل منك الحته ب 10,000 جنيه.
كلامي ايه ده؟ دي مجوهرات، لما سألت عليها عرفت انها تجيب اكتر من كده بكتير. يا سلام، ده لما يكون معاك فاتورة، انما انت يا خفيف عايز تطيرها في الضلمة. لا يا عم، انا هكمرهم عندي لحد ما تهدى الامور. براحتك يا صاحبي، براحتك، انت حر. انا بس كنت عايز اطمن عليك، احسن تكون راميهم في درج كده زي عوايدك كل حاجة. لا، اطمن، في حتة امان. هنا في الوكر ولا في حتة تانية؟ بتسأل ليه يا شوقي؟ جرى يا عاطف، ده انت صاحبي، انا عايز اطمن عليك. الله، مصلحتك تهمني. اطمن عليا يا شوقي، انا شايلهم في درج الدولاب هنا عندي جوه. طمنتني. كل يا صاحبي، الله يطمن قلبك.